السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ بإذن الله النهاردة هعمل معاكم المخلل. انا معايا جزر وفلفل وخيار وتوم مفروم وملح وشطة ناعمة وليمون وخل، كوباية خل ومية دافية. طبعا احنا عارفين ان احنا في موسم الجزر وبنروح نشتري المخلل مش عارفين بنشتريه مش عارفين معمول ازاي، او مش عارفين الايد اللي عملته ازاي. فطبعا الحاجه اللي في البيت طبعا تكون نظيفه وانت متاكده من الحاجه اللي انت عملتيها. فان شاء الله هنعملها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه باذن الله معايا الجزر هقطعه. بسم الله. انت هتقطعي على حسب الايه ما انت عايزه تكبري، عايزه تصغري براحتك. هقطعه بالشكل ده. ان شاء الله هتعمليه في البيت ومش هتشتري من بره تاني، لان انت متاكده من نظافته ومتاكده انت غسلتيه ازاي وعملتيه ازاي. ما بياخدش وقت خالص. وطبعا الجزر اليومين دول متوفر في السوق وكتير يعني. طبعا انا بشرى الجزر وغسلاه كويس، غسلته كام مره يعني مش مره واحده، عشان طبعا الجزر عارفين بيكون فيه تراب وكده. انا هقطع كميه الجزر اللي معايا وارجع اوريها لكم. كده يا جماعه كملت الجزر الكميه اللي معايا، بسم الله ما شاء الله عملت الكميه دي. هقطع الخيار بالشكل ده. ان شاء الله تجرب المخلل في البيت هيعجبك. انا كده يا جماعه كملت كميه الخيار اللي معايا بالشكل ده في الطبق. هقطع الفلفل بالشكل ده. انا كده يا جماعه قطعت الخيار وقطعت الجزر كده بالشكل ده. هنزل عليه بالثوم المفروم. الثوم طبعا بيديله طعم حلو وبحافظ عليه بالشكل ده. اعمله كويس. ان شاء الله هتاكلي احلى مخلل. ومعايا الملح والشطه، هنزل كده اقلبه برده كويس معايا. لازم كله ياخد من الملح والثوم. ومعايا كوبايه الخل كويس. مش هيكلفك اي حاجه خالص بالشكل ده. لسه معايا انا بقى الليمون طبعا انا مش هعصره لان انا عايزه استفاد منه. هقطعه بالشكل ده قطع صغيره كده. كده هتستفادي منه ان انت هتاكليه جنب المخلل. طبعا هو الليمون ماده حافظه، هيحافظ لك على المخلل وفي نفس الوقت هتاكلي منه. طيب بالشكل ده رفيع خالص عشان يستوي مع المخلل ويستوي مع الجزر ومع الفلفل.
كده يا جماعه قطعت الليمون اللي معايا بالشكل ده كده، هجيبه كويس. بالشكل ده ان شاء الله تجربي طريقتي دي هتعمليها على طول وهيعجبك. هسيبه نص ساعه كده ياخد مع بعض الثوم مع الملح مع الليمون، وارجع احط له الميه الدافيه اللي معايا. يا جماعه انا سيبته نص ساعه ما شاء الله، هو نزل ميه كتير مع الخل اللي انا حطاه مع الملح بالشكل ده. هحط عليه الميه الدافيه بسم الله واقلبه كده مع بعض. انت بقى هتظبطي الملح زي ما انت عايزه، الملح الكميه اللي انت عايزاها، بس هو لازم يكون مظبوط يعني عشان ايه ما يمعش مش يبوظ منك، لازم تظبطي الملح بتاعك كده بالشكل ده كده ما شاء الله. يعني يومين وان شاء الله تاكلي احلى مخلل. ومعايا هنحط فيها المخلل بتاعنا انا هحطه هنا بسم الله. يا جماعه لازم تدوسي عليه كويس كده عشان مش يبقى فيه مسافات بينها وبين بعض، لازم تعمليه كويس كده. بالشكل ده ده يا جماعه بعد ما خلصت المخلل بسم الله ما شاء الله جميل. ده يا جماعه بعد ما خلصت المخلل بسم الله ما شاء الله جميل بالشكل ده. ان شاء الله هتاكلي احلى مخلل من ايديكي وتاكلي عيالك، مش تشتري من بره تاني. بسم الله ما شاء الله بالشكل ده. يا رب تجربيه، وان شاء الله لو عجبكي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتدوسي لايك عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.